في ديربي مثير يواجه الهلال السعودي غريمه النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية في مباراة من نوع خاص بين عملاقي العاصمة السعودية الرياض. وتأهل الهلال للمرة الخامسة إلى نهائي المسابقة بعد فوزه على الشباب ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ويتطلع للقبه الثالث ليصبح أكثر الفرق تتويجا إلى جانب الترجي الرياضي التونسي والشرطة العراقي. لكن مهمة رفاق سالم الدوسري لن تكون بالسهلة أمام النصر المدعوم بثنائي ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وعدد من الصفقات المميزة. وبلغ النصر الدور النهائي للبطولة العربية للأندية بفوز صعب على الشرطة العراقية بهدف كريستيانو رونالدو، ليبلغ اللقاء الختامي بسجل خال من الهزائم، فيما تلقى الهلال خسارة واحدة كانت في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام السد القطري ب3 أهداف مقابل هدفين. ويعد هذا النهائي الثاني الذي سيجمع بين فريقين من السعودية منذ نهائي البطولة العربية عام 1994، والذي جمع بين فريقي الهلال والاتحاد وفاز به الزعيم.